بس بالعراق هاي الأكلة تنوكل بالريوق، ويجي للطيبين يعرفون شنو دا أحكي. أكيد العامل الرئيسي يكون موجود البيض واللحم. احنا دائما ناكل البيض والعروق بالدهن. اليوم غير شكل. شو راح يسوي لنا اليوم؟ اليوم جماعة السكر جماعة الدايت نسوي لهم بدون دهن. حلو. هذه مال دايت جماعة الدايت جماعة السكر. تمام. هاي نطق لهم اياه فوق مو بالدهن. ايش تريدك؟ الاسعار يمي 1000 ونص و2000 2000 ونص. حلو. هذا التوب. يعني مو 4 و8؟ ماكو 4 ماكو 8. عليش؟ العيسى العالم دائما تحكي على موضوع الجفوف والجفوف. والله اني بدي البس جفوف، اركض على الطماطه، اركض على الخيار، اركض على البيضايه هاي. زين من اني لابس جفوف شلزم بيدي ما غسيل ايدي. كون واقعين، خلينا نكون واقعيين شويه. طبعا. ايش تلزم بيديك ما تغسلها ما دام لابس شيف، معتمد على الشيف، لكن من تعتمد على ايدك شو يصير بيدك انت كل ساعه مغسله. اتمنى هسه اتمنى انه هسه يجوني 3 4 5 قد ما ياكلون خلي ياكلون ويطلعون ويروحون صحه وعافيه اقول لهم. بنفس الوقت علي عيسى يعتبر من المطاعم الشعبيه القديمه اللي موجوده بقنبر علي. خليه على هنا الكلينس حتى تنشفها من الدهن. نعم نشفها من الدهن. شي مشاريع اللي هي صدق انه واحد يجي يصورها ويدعمها بنفس الوقت لان يستحقون. طبعا الطعم كلش رهيب، انصحكم تجربونه. هذا الطبق اللي قدامكم راح يكون سعره 1000 ونص، ومكان علي عيسى راح يكون بقنبر علي.